السلام عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون اموركم كلها مزيانه وتكونوا 5 كما العاده. اليوم مع فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نطرقوا على موضوع الساعه اللي هو المقتل ديال زوج المغنيه ريم فكري. كيف ما نشرت الصحيفه ديال هيسبريس تفاصيل ديال اختطاف وتعذيب وقتل زوج المغنيه من مصادر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدينة الدار البيضاء بتنسيق مع المصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري من توقيف شخص يحمل الجنسية الفرنسية من أصل مغربي للاشتباه في تورطه في قضية الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب والقتل في حق زوج المغنية المغربية ريم فكري. وكيقولوا هذه القضية كتعود ل 8 فبراير 2024 عندما توصلت مصالح الشرطة بالدار البيضاء ببلاغ حول اختطاف الضحية من طرف مستعملي سيارة رباعية الدفع، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. إجراءات البحث المنجزة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي إلى الموت داخل حاوية بمنزله بمنطقة المنصورية بضواحي المحمدية، قبل التخلص من الجثة بعد التمثيل بها في مجرى نهري بضواحي الرباط. فرق متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية تباشر حاليا عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية بالمجرى النهري الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجثة. هذا الشيء أنا نقلت لكم على لسان صحيفة هيسبريس المغربية بطبيعة الحال. اللي طار الانتباه ديالي أنا في هذه القضية هو أن الخروج ديال أب الضحية والأخت ديالو والصديق ديالو في عدة منابر إعلامية البارح، وما كيهضروش نهائيا على الوفاة ديال الابن ديالهم أو كيفاش مات او شكون خطفو او العصابه اللي داتو. كيهضروا على المغنيه بحد ذاتها، وبداو كيقولوا انهم لقاو السحور، انهم لقاو بزاف ديال الحوايج. اختو كتقول لك انه كان باغي يطلقها، صاحبو كيقول لك شافوها في شي بلايص مشبوهه. مهم نهائيا الناس ما كيهضروش على ولدهم، ما كيبكيو، ما بكاو عليه، ما شناهم بكاو عليه، ما شناهم. ناس واخدين راحتهم في الصحافه وجالسين كيهضروا بكل اريحيه وكيهضروا على المغنيه. فاحنا لحد الساعه باقي ما عرفناش الدوافع اللي خلات انه دوك العصابه يختطفوه ويعذبوه ويقتلوه. هذا الشيء، هذه الجريمه هذه راه كاينه الشرطه ديالنا اللي راهم قايمين بالدور ديالهم على اكمل وجه، اللي كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر. والخيوط ديال هذه الجريمه راه غادي غتبان. فالنفس راه عزيزه عند الله، وهذا السيد هذا مات، وربي راه غادي يكشف لنا المستور عاجلا ام اجلا. غادي يبانوا الخيوط ديال هذه الجريمه وعلاش هذا السيد تقتل. وهذا الشيء اللي كاين، انا صراحه كيف ما قلت لكم هاد اللي طار الانتباه ديالي هو الخروج ديال العائله ديال المغدور به. بداو كيتهموا المغنيه بزاف ديال الاتهامات، فخلاو القضيه الرئيسيه اللي هي المقتل ديال الابن ديالهم وبداو كيهاجموا المغنيه. نتوما عارفين من الاول بانه السيده راها مغنيه، من ديبار ما عجبكمش هاد الانسانه ما كنتوش تقبلوا نهائيا
انه ولدكم يتزوج بها. هذه الاولى. ثانيا، الى عندكم مشاكل مع المغنيه كان بامكانكم تحلوها بيناتكم، وتشوفوا حاليا المشكل الاساسي والرئيسي، وتركزوا على حاجه واحده اللي هو المقتل ديال الابن ديالكم فقط لا غير. هادشي اللي بغيت نقول في هذا الفيديو هذا. كنتمنى يكون خفيف ظريف على القلوب ديالكم. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب. ما تبخلوش علينا بلي لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما يبلغكم الجديد. وكنقول لكم بالسلامه عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.